ازيكم؟ أنا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. بطلة حكايتنا بتقول: أنا سارة، عمري 25 سنة ومن دولة عربية، جمالي متوسط. اتولدت في أسرة بسيطة جدا. أمي توفت وأنا عندي 7 سنين، ومن وقتها وأنا حاسة بالوحدة. أبويا كان جاف وقاسي معايا قوي في علاقته بيا، طول الوقت مشغول بشغله وما بيظهرش أي مشاعر اتجاهي نهائي. يعني اتربيت من غير ولا حب ولا حنان، ولا عمره أخدني في حضنه. أبويا كان راجل بسيط، اشتغل طول حياته بشغل يدوي عشان يأمن لقمة العيش زي ما بيقولوا كده، ومع الوقت انشغل في شغله ومصاريف ومتطلبات الحياة. يعني كانت حياته صعبة. ولما أمي ماتت، ولأن موتها كان مفاجئ، اتكسر من جواه، بس معرفش يعبر عن حزنه. وبدل ما يحتوي بنته الوحيدة، قرر إن هو يقسي قلبه ويبان قوي، لأن شايف إن الضعف عيب، وكان شايف إن القسوة هي التربية، وإن الحزم هو اللي هيخليني أعتمد على نفسي. وفعلا كنت بعتمد على نفسي في كل حاجة. يمكن يكون مش قاسي بطبعه، بس جهله بطريقة التعامل مع طفلة صغيرة زيي محتاجة حب واحتواء وحنان خلاه يتحول لسبب جرحي الأكبر. أفتكر له موقف عمري في حياتي ما هنساه. كان عيد ميلادي العاشر وبابا كان في الشغل، وأنا اليوم ده كنت مبسوطة وفرحانة جدا. لبست فستان بسيط وقديم من بتوع ماما. وقتها حطيت شمعة صغيرة في كوباية إزاز بدل التورتة. مش قادرة أوصف لكم إحساسي وقد إيه كنت مبسوطة. المهم فضلت مستنية بابا يرجع من الشغل، وأول ما دخل من الباب قلت له: كل سنة وأنا طيبة يا بابا. تخيلوا يعمل إيه؟ دخل متعصب قوي، معرفش مني ولا من الشغل، بس لقاني قاعدة منورة الشمعة ومبسوطة. قال لي بصوت عالي جدا: هو ايه الهبل ده؟ هو انتي فاكراه بيت لعبة؟ قومي في الهبل ده وذاكري لك كلمتين ينفعوكي بدل القرف اللي انتي عاملاه ده. الكلمة دي كسرت قلبي قوي. طفيت الشمعة ودموعي نزلت. من يومها وانا وعدت نفسي اني مش هستنى الفرحة من حد تاني، واني هكون سند لنفسي. تخيلوا ان انا في الليلة دي ما قدرتش انام بسهولة من كسرة نفسي. نمت وانا ماسكة دبدوب قديم كان آخر حاجة فاضلة من أمي، كانت جايبهولي في عيد ميلادي وأنا صغيرة. ودموعي ما نشفتش من على خدي طول الليل. وصوت أبويا وهو بيزعق لسه بيرن في وداني. كل ما أحاول أغمض عيني أفتكر الشمعة اللي طفيتها بإيدي. حسيت إن أبسط فرحة في حياتي اتسلبت مني. نومي كان متقطع، كل شوية أصحى مفزوعة لأني حاسة إني مش مرغوب فيا ووحيدة. ولما صحيت قلبي كان وجعني، بس جوايا حاجة صغيرة قالتلي إن أنا لازم أكون قوية ومفيش حد هيهتم بيا غير نفسي. ومن اليوم ده، وعلى الرغم من إني سني صغير، اتغيرت نظرتي للحياة. صحيت وأنا شايلة في قلبي جرح كبير، لكن كمان كان في عندي إصرار للحياة، إصرار إن أعيش وأثبت لنفسي إني أستحق الفرح مهما حصل. طبعا مراهقتي ما كانتش زي باقي البنات. أنا كنت دايما حاسة إني مختلفة. لما كانوا زمايلي في المدرسة بيحكوا عن باباهم اللي جاب هدية واللي خرجهم، كنت أضحك وهز دماغي، بس قلبي كان بيتقطع من جوه. وأنا في إعدادي كنت بذاكر كتير، مش حبا في المذاكرة، لكن عشان ألاقي حاجة تشغلني عن الفراغ اللي جوايا. كنت بستنى أي كلمة حلوة من بابا زي شاطرة أو ابتسامة، لكن للأسف عمرها ما حصلت. ولما دخلت ثانوي بدأت أحس بالوحدة أكتر وأكتر. كنت بشوف البنات حواليا بيتكلموا مع أولاد وبيضحكوا، كانوا بيحسوا إنه في حد مهتم بيهم. ساعتها قلبي كان بيقولي: يمكن لو لقيت حد بيحبني، يمكن ساعتها أحس بالحنان اللي أنا اتحرمت منه. وفعلا في سنة تانية ثانوي اتعرفت على ولد معايا في المدرسة، كان دايما بيقولي كلام حلو زي انت قوية، انت مختلفة. وساعتها أنا صدقت إن هو ممكن يعوضني عن كل اللي أنا اتحرمت منه. أو يمكن كنت محتاجة أصدق، محتاجة أحس إن في حد شايفني. بس للأسف طلع زيه وزي أي حد في السن ده بيدور على وقت يعديه. لما حس إن أنا اتعلقت بيه انسحب من حياتي بهدوء. الجرح ده وجعني قوي، بس تعلمني درس عمري ما هنساه. علمني إني ما استناش الأمان من حد، وإن اللي عايز يحبني بجد لازم يشوف وجعي قبل ابتسامتي. المهم كملت دراستي ودخلت كلية تجارة. ما كانش عندي أصحاب كتير، لكن كان عندي حلم إني أخلص دراستي واشتغل واعتمد على نفسي. وكان دايما في دماغي جملة واحدة: أنا مش هفضل البنت الضعيفة اللي بتستنى الحنان والدعم من حد، أنا هبقى البنت اللي بتبني نفسها بنفسها. لما دخلت الجامعة حسيت إني بدأت مرحلة جديدة في حياتي. 4 سنين في كلية تجارة كانوا مش سهلين أبدا. كنت بذاكر بجد
وكنت بشتغل دروس خصوصية للأطفال عشان أساعد نفسي في مصاريف الجامعة، لأني كنت في وسط الطلبة اللي معهم كل حاجة، فلوس، دعم، أهل بيشجعوهم، وأنا عايشة لوحدي في العالم بتاعي. بس كل نجاح صغير كنت بعتبره انتصار على الماضي. المهم اتخرجت، وكانت فعلا دي بداية جديدة. قدمت في كذا مكان لحد ما لقيت شغل في شركة صغيرة. كنت بشتغل موظفة حسابات. المرتب ما كانش كبير، لكن بالنسبة لي كانت خطوة، وكان دليل إني بعتمد على نفسي. بس برغم الشغل والنجاح كان جوايا في فراغ. كنت برجع البيت آخر اليوم أقعد مع نفسي وأسأل نفسي، وأنا هفضل طول عمري لوحدي ومفيش حد ممكن يحبني بجد؟ لكن القدر كان مخبيلي المفاجأة الكبيرة. في يوم وأنا راجعة من الشغل لقيت راجل كبير واقع في الشارع تعبان، وبصراحة ما قدرتش إن أسيبه. وقفت جنبه وحاولت إن أطمنه وساعدته ووديته المستشفى. الراجل ده منسيش وقفتي معاه وطلب إن هو يشوفني بعد ما صحته اتحسنت. عرفت بعد كده إن هو صاحب شركة كبيرة، ومن أول مقابلة حسيت إن هو شايف فيا حاجة مختلفة. بدأ يكلمني زي ما الأب بيكلم بنته، والإحساس ده بدل ما يفرحني كسرني من جوه، لأني أول مرة أحس إن في حد بيعاملني بحنان. المهم ربنا كرمني واشتغلت في الشركة بتاعته، ومع الأيام اتعرفت بحفيده. كان اسمه آدم، شاب ناجح وطموح لكن وحيد زيي. أول مرة شفت آدم فيها كان في زيارة عند جده. دخل علينا وهو لابس بدلة شيك، شخصيته تبان إن هي قوية، بس في عينه كان في لمحة حزن غريبة. أول ما دخلت المكتب عليهم بصلي باستغراب، وساعتها قال لي جده هي مين دي؟ قال له بكل ثقة دي البنت اللي وقفت جنبي يوم ما كنت تعبان ومحتاج حد جنبي، اعتبرها من العيلة. أنا ساعتها ابتسمت بخجل، وما كنتش متخيلة إن اللحظة دي هتكون بداية أهم قصة في حياتي. طبعا في الأول علاقتنا كانت رسمية جدا. آدم كان شايفني إني مجرد بنت طيبة ساعدت جده، وأنا شايفاه شاب ناجح ومن طبقة تانية، ومفيش أي حاجة ممكن تجمعنا في يوم من الأيام. لكن مع الأيام لقينا نفسنا بنتقابل في بيت جده بالصدفة. كان بيلاحظ إن أنا مهتمة بيه وهو بيتكلم، بس في عينه وجع مش مفهوم. مرة لقاني ساكتة وسرحانة، قال لي هو أنت ليه ما بتضحكيش زي باقي البنات؟ بصيت له وقلت له يمكن عشان عمري ما اتعودت على الضحك، لكن لما بضحك بيكون من قلبي بجد. ومن اللحظة دي بدأت الحواجز تقع، وبقى يسألني عن حياتي، وكنت بحكي له عن طفولتي الصعبة وأبويا القاسي. والأول مرة كنت أشوفه يتأثر وعينه تدمع. قال لي أنا كمان عارف يعني إيه وحدة، رغم كل اللي عندي عمري ما حسيت إن في حد قريب مني. الكلام ده قربنا من بعض جدا، وبقينا نتكلم مع بعض كتير جدا. كنا بنشارك تفاصيل يومنا مع بعض، حتى أصغر المواقف، وبقينا نضحك عليها سوا. وفي يوم تعبت في الشغل وكنت راجعة البيت وأنا تعبانة جدا. اليوم ده كان صعب قوي، والمدير طول اليوم بيزعق في الشغل، وكان بيزعق فيا أنا قدام كل زمايلي، وكانت على حاجة بسيطة وفي الآخر مش ذنبي. بس مع ذلك حملني المسؤولية عن غلطة غيري، وأنا من النوع اللي بيكتم جواه وما بيعرفش يدافع عن نفسه. بس كلامه جرحني وفتح جوه قلبي كل الجروح القديمة. وأنا راجعة البيت كنت حاسة إني لسه نفس البنت الصغيرة اللي أبوها كسر فرحتها وهي عندها 10 سنين، وإن الدنيا مش رحماها. جوايا كان في سؤال دايما بيقتلني، هو أنا ليه دايما وحيدة؟ ليه دايما ما عنديش حد يدافع عني؟ وليه ما فيش حد في ظهري؟ بس لما وصلت عند البيت ولقيت آدم مستنيني، لأول مرة في حياتي ألاقي حد مهتم بيا، حد قرر يقف جنبي من غير ما أطلب منه ومن غير ما يلومني أو يكسرني. أول ما شفته في اللحظة دي حسيت إن الزمن وقف بيا. أنا مش متعودة حد يستناني، مش متعودة حد يفكر فيا أو يهتم بيا. قلبي اتخض، إيديا تلجت، وعيني دمعت من غير ما أخد بالي. ساعتها حسيت إحساس جديد عليا، إحساس الأمان، إن في حد واقف مخصوص عشاني، حد قرر من غير كلام يقولي أنت مش لوحدك. أول مرة قلبي يتهز فعلا، أول مرة أحس إن يمكن في أمل. المهم قال لي أنت مش لوحدك يا سارة، أنا من النهاردة جنبك. ومن وقتها علاقتنا اتغيرت، وبقيت بحس بالأمان معاه، الأمان اللي معرفتوش مع أبويا ولا من أي حد، خصوصا إن موقفه مع المدير برد قلبي. ساعتها قال لي إيه اللي حصل ومين زعلك كده، وطبعا حكيت له كل اللي حصل معايا. وساعتها آدم عينه اتملت غضب وحنان في نفس الوقت. قال لي أنت مش أقل من حد يا سارة، واللي يفكر يكسر كرامتك مش هتعدي عليه بسهولة. وتاني يوم آدم راح الشركة على الرغم إن هو مش شغال معانا، ونده على المدير
قدام زمايلي كلهم، وقال له بكل هدوء وقوة: الموظفة اللي انت بتزعق لها دي قيمتها كبيرة قوي عندي، ولو اتكررت إهانتها تاني أنا مش بس همشيك من هنا، أنا هخلي كرامتك الأول في الأرض وهحاسبك على اللي انت عملته. طبعا المدير اتصدم وما قدرش يرد، ومن اليوم ده أسلوبه اتغير تماما معايا، وبقى يحسب حساب أي كلمة يقولها لي. المهم مرت الأيام وصداقتنا اتحولت حب هادي ناضج مبني على الوجع اللي شاركناه مع بعض. ولما اعترف لي لأول مرة وقال لي إن أنا مش قادر أتخيل حياتي من غيرك، حسيت إني أخيرا لقيت الحضن اللي كنت بدور عليه طول حياتي. خليني أقول لكم سبب حزن آدم إيه. سبب حزن آدم ووجعه كان إيه. آدم شكله من بره شاب ناجح ووسيم وغني وعنده كل حاجة الناس تتمناها، لكن جواه وجع وفراغ كبير قوي. أمه سابت أبوه وسافرت وهو صغير لأن كان في مشاكل كتير بينهم، وأبوه اتجوز تاني لكن كان مهمل في تربيته ومشغول دايما بفلوسه وأعماله. آدم اتربى وحيد وسط عيلة مليانة ناس، محدش كان بيسمعه أو يحتويه. كان دايما بيشوف الناس حواليه بتقرب له عشان مصلحتهم، عشان اسمه أو فلوسه، مش عشان آدم نفسه. في مرة وإحنا قاعدين بنتكلم مع بعض حكيت له على موقف عيد ميلادي، كان بيسمعني بكل اهتمام. ساعتها هو كمان اتكلم لأول مرة عن نفسه، قال لي أنا كمان عارف يعني إيه وحدة. كنت بشوف كل حاجة حواليا متوفرة لكن عمري ما حسيت إن في حد شايفني بجد. كل الناس عايزة مني حاجة لكن ولا واحد فيهم حبني لشخصي. قلت له يمكن إحنا الاتنين اتخلقنا عشان نلاقي بعض. أنا كنت محتاجة حد يحتوي قلبي، وإنت كنت محتاج حد يحبك من غير مقابل. ومن الوقت ده وإحنا بقينا نحكي لبعض كل حاجة، نحكي لبعض عن خوفنا وعن وحدتنا وعن إحساسنا بالحرمان، ومع كل كلمة كنا بنلاقي في بعض كل دفى وأمان ما لقيناهوش مع أي حد تاني. بعد ما اعترف لي آدم بحبه حسيت إن خلاص قلبي لقى مكانه. ما بقيناش بس مجرد اتنين بيتكلموا مع بعض، بقينا سند لبعض. كان دايما بيجي ياخدني من الشغل حتى لو متأخر، كنت بقوله ليه بتتعب نفسك، أنا هروح لوحدي. كان دايما يقولي أنا استحمل تعب الدنيا كله بس ما أقدرش استحمل فكرة إنك ترجعي لوحدك وتتعبي نفسك. وأنا كنت بصله وأقول لنفسي بقى هو ده إحساس الأمان، هو ده إحساس الحب، إحساس جميل قوي. وفي يوم آدم قال لي أنا عايز أطلبك من باباكي، عايز أخلي حبنا رسمي قدام الدنيا كلها. قلبي دق بسرعة وكنت طايرة من الفرح. كنت قاعدة في الصالة إيدي بتترعش ومش قادرة أبص لأبويا، وساعتها آدم كان قاعد بكل ثقة لابس بدلة شيك وشكله حلو قوي. قال لي بابا أنا جاي أطلب منك إيد سارة وأوعدك إني هحافظ عليها وأسعدها لأنها تستاهل ده. أبويا سكت لثواني وعينه في الأرض، وبعدها قال له أنا معرفتش أساعدها، يمكن تكون أنت فرصتها. الكلمة دي هزتني من جوه. عمري ما تخيلت إني أسمع اعتراف زي ده منه. دموعي نزلت من غير ما أحس. أول مرة في حياتي أبويا يعترف إنه هو وجعني. آدم مسك إيدي قدامه وقال له خلاص هي مش هتعيش وجع تاني. اليوم ده حسيت إني خلاص ربنا عوضني، وقفلت باب قديم مليان دموع وبيفتح لي باب جديد كله أمل. المهم مرت الأيام وجت أيام تجهيز الفرح. كانت أيام مليانة بهجة وفرح ودوخة في نفس الوقت. أنا طول عمري كنت بحلم إن أنا ألبس فستان أبيض، بس عمري ما صدقت إن اليوم ده هيجي ومع شخص أنا بحبه. آدم كان مختلف عن أي عريس، كان بيهتم بكل تفصيلة عشان يفرحني. كان يقولي أنت عايزة الفرح يبقى عامل إزاي؟ أقوله أنت رأيك إيه؟ يقولي مش مهم رأيي، أنا المهم عندي أنت تبقي مبسوطة. حتى قاعة الفرح اخترناها سوا، حتى الفستان كان يقولي أنا مش فارق معايا الفستان ولا حتى الكوشة، أنا مستني اللحظة اللي أبص فيها في عينيكي وأقول قدام الناس كلها أنت مراتي وبتاعتي أنا لوحدي وبس. وجي يوم الفرح والقاعة مليانة ورود بيضة وأنوار دافية وموسيقى هادية. أول ما شافني بالفستان نسي الدنيا كلها وكأنه بيقول الحلم بقى حقيقة، وأنا أخيرا حسيت إن بقى عندي بيت وسند. حياتنا كانت مليانة تفاصيل صغيرة أنا بحبها. أول يوم صحيت على ريحة قهوة هو اللي عملها لي، كان فرحان بيا كأنه طفل، وبقينا نتسابق مين اللي يعمل الفطار ونضحك لما الأكل يتحرق. وكل ليلة كنا بنقعد نحكي لبعض عن يومنا، مش إزاي حتى لو كان يوم عادي. وفي الزعل كنا بنتعلم نسمع بعض ونسيب الدنيا تهدى بينا. أجمل حاجة إن بيتنا كان مليان حب وأمان وحنية، حنية افتقدناها طول عمرنا. آدم كان دايما يقولي
أنا مش عايز أي حاجة تاني من الدنيا، أنا عايز قلبك جنب قلبي طول العمر. ودايما كنا نحكي عن بكرة، حضن وقت الزعل، بقينا أسرة بتربطنا روح واحدة. وكانت أجمل لحظة في حياتي يوم ما شلت ابني على إيدي وآدم جنبي قال لي دلوقتي بس فهمت معنى البيت. أنا وهو كملنا بعض، أنا كنت محتاجة الأمان وهو كان محتاج بيت وحب، حب حقيقي مش حب مصلحة. وإحنا الاتنين لقينا كل ده في حضن بعض. بس نصيحتي لأي حد بيسمع قصتي، ما تستسلمش لوجعك، خلي عندك يقين إن بعد كل دمعة في ضحكة مستنياك. وبس كده، هي دي كانت قصتي، انتهت قصة النهاردة. هستنى تعليقاتكم ورأيكم في القصة. مع السلامة.